سيبكوا بقى من الكبدة بتاعة الشارع والحلويات بتاعة الشارع، وتعالي اقول لكم بقى واقول لك احنا نعملها ازاي. انا دلوقتي جبت حتة زبدة، وما عندكيش زبدة ممكن تجيبي اي نوع سمنة انت بتحبيه، وهتجيبي اللية بتاعتك. تمام. وهتسيحيها كده في قلب الزبدة او السمنة لحد ما هتلاقي لون اللية بتاعتك غيرت. وبعد كده هتكوني محضرة معايا الكبدة بتاعتك، وكوني شايلة الطبقة الشفافة اللي هي البيضة من على الكبدة، وهتقطعيها صغير. هيكون عندك مخ، لو عندك مخ ممكن تعمليها برضو معاها. عندك قلب، عندك كلاوي، عندك عكاوي، ممكن تعمليها مع الكبدة كلهم مع بعض. بيبقى كلهم بيشربوا مع بعض كده، بيبقى طعمها حلو قوي. تعالوا اقول لكم بقى هنحط ايه مع اللية بتاعتنا. انا معاكم خطوه خطوه اهو. هتحطي مع اللية معلقه توم صغيره وشويه كزبره، وهتقلبيهم لحد ما التوم بتاعك يبتدي ان هو يصفر. وهتحطي معلقه خل صغيره. الله على الريحه. ولما تحطي شويه خل معاها، حطيت طبعا الخل وحطيت الورق اللورا. هقول لكم بقى هحط ايه مع الكبده. انا هنا حطيت بقى الكبده بتاعتي، ومع الكبده كان في قلب، وقطعتهم كلهم مع بعض وحطيتهم مع طبعا الحاجه اللي احنا حطيناها، الثوم والخل والكزبره، تمام، والورق اللورا. انا طبعا عندي مخ، طبعا انا مش هحطه دلوقتي عشان هو بيستوي بسرعه ما يتهريش. فانا طبعا هحطه في الاخر خالص بعد ما الكبده بتاعتي والقلب يستوي. تمام. الريحه بقى طبعا مش عايزه اقول لكم حلوه قوي. ابتدوا بقى ان انتوا تحطوا التوابل. هنحط بابريكا، هنحط توم باودر وبصل باودر ونقطتين ليمون، والتركايه دي مهمه جدا في الليمون، بتخليها طعمها حلو قوي. وحطوا الكمون، اهم حاجه فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر وحبهان مطحون وسبع بهارات. طبعا دي الكبده بتاعتي اهي، خلاص خلصتها وحطيت المخ بتاعي. هتحطيها شويه على النار، وهتحطي الملح بتاعك. وبعد كده اول ما تلاقيها خلاص استوت كلها، شربت من بعض وطعمها استوى معاكي، ومفيش حاجه بتشد ببقك من الكبده او من القلب. لازم تكون الحاجه مستويه والحاجه تاخد السوا بتاعها المظبوط، وتحطي التوابل بتاعتك. تمام. طبعا انا ما حطيتش ميه ولا حطيت صلصه ولا حطيت اي حاجه. دي الكبده بتاعت النهارده. ويا رب يكون طبق الكبده عجبكم بتاع النهارده، وبألف هنا والشفا. وتكتبوا لي في التعليقات جربتوها ولا لسه.